انت تكره شيعة علي؟ الشيعة يعني علي مو مال الشيعة، هذا يسمونه داحي باب خيبر ابو تراب، اليوم هذا مال يقولون الاسلاميين. اليوم الشاعر رويد الخشماني يكره شيعة علي. مستحيل، هيك يسموك. اتحدى بشر يقول لي انت كاتب عليهم حرف. رد عليهم قصيدة. اقوى اكسير ومربوع اسمر راسه حارق عرف راسا من مشيته ومظهره، ربي منطي هيبه بالمشي بحيث تراب مكه يقوم يوقف بظهره، نشمي وتربى بحضن كاف اليتيم، وامه من حظ وبخت كانت مره، بالمهد وتلولي بابنه بحس خفيف، يمه بن عبد الله ريدك تنصره، هذا ابن عمك يتيم وصعبه حيل تخلي زيد من البشر يستصغره، ضحك كان يغمض ويسحب غطاه، ورجع شاله وكان يلزم منحره، يعني يمه محمد بروحه ابتديه وباكر فاشي عليه يشتره، من صغر سنه فلا جالس جهال، وكان بس ويا الرجال مسامره، واثنين بس وياه كانوا يلتقون، وعلي جدمل غيرهم قط ما سرى، الضيعه تلقى يم عمر مرتع صباه، وزوج بنته وعضده وحزام ظهره، وابو بكر رويحته اللي من يغيب عن ساعه بابه يلزم سيطره، الشايل براسه عقل ما شاله غير انسان، الله براسه زارع جوهره، السالفه ما بيها شي من الدهاء كان يشطبها علي من الذاكره، تصور بمجلس اذا ينطق كلام تحس بذانك وشه من المغفره، وشريه بيهم واحد يسولف يقوم علي دايم وضعه تحت السيطره، تقول مو جلسه تلاميذ بصفوف وعلي واقف بيده شايل مسطره، تقول شخصيه علي بثقل الجبال اللي منها ماخذ كل شيء ما بيه ثرثره، علي كانت كل قريش تبوس يديه خاطر القنعه يصلي على صخره، وكرم الله وجهك شي عانت قريش وعافزه والدنيا لاجل الاخره، كان من يحضر حرب كلها تعوف، امكانها وترجع ورا تلزم سرى، بيده ياخذها قصاص من اليمين وينفض ايده هناك من الميسره، اللي يلوح ابن ابو طالب هذا راح في خبر كان وفعل ماضي شمره، وعلي حتى اعضاء جدمه معلمات الفعل قبل الصوت وقت الشوشره، ايعاز من عقله لديه والذوالفقار وورا متفض يجي دور الحنجره، هنا عاد الخيل تقطع كل صهيل وتكف عن صلها السيوف المشهره، تسود حاله من الرعب بين الحشود، وشكو جندي يصير اذان صاغره، من يصيح بصوت امير المؤمنين انا الذي سمتني امي حيدره. بالعالم الاسلامي ليس للشيعه ولا للسنه.